متخيل ان حتى الدعوات لازم تتخيرها؟ يعني اوقات بتقول يا رب مثلا اجعل فلان من نصيبي، تمام؟ ربنا مثلا استجاب ليك، كنت عمال تلحي وتقول يا رب اجعله من نصيبي، بعد كده لبست في الحيط لقيت ان فلان ده فيه وفيه 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 وفيه، تمام؟ طب اتعلمت ايه؟ اتعلمت ان انا انقي الدعاء. حتى الدعاء يا جماعه فيه ثغرات، اقسم بالله، تخيلوا. يعني انت زمان كنت بتدعي بعد بقى ما اتعلمت يا رب اجعله من نصيبي سواء خير ولا شر، لا، انت بتقول اللهم ان كان خيرا لي وان كان شرا لي. انت طبعا مثلا يعني فرضا انت مش قادر تستغنى عن الشخص ده، طب هتدعي تقول ايه؟ هتقول اللهم اصلحه لي ثم اجعله من نصيبي، تمام؟ انما اللهم اجعله من نصيبي دي لا، هتلبس في الحيط، والله العظيم هتلبس، اقسم بالله. اسمعوا مني، تغيروا الكلمات اللي انتوا بتدعوا بيها والثغرات بتاعه الدعاء يا جماعه. ماشي؟ ادعوا ان ربنا يصلح لكم الشخص اللي قدامكم لو انتوا